هنا عايشين في عصر الناس بتحب محمد صلاح اكتر من منتخب. انا مش متحامل على محمد صلاح، انا بتكلم عن محمد صلاح. محمد صلاح نجم كبير ومن احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر، ويكاد افضل لاعب جه في تاريخ مصر وفي تاريخ افريقيا كلها. بس انا مش متحامل عليه. انا مستني منه كتير، مستني منه كتير في الملعب، مستني منه كتير فنيا، ومستني منه كتير بدنيا معنويا مع زمايله. هنا التصريح ما جاش معايا، يعني الناس بتقول ان هو بيرفع الضغط من على زمايله، بس هو اختار أسوأ صيغة في إن هو يرفع الضغط عن زمايله. دي الفكرة. أنا مش متحامل على صلاح، كل الدعم للاعيبة المنتخب وكل الدعم لمحمد صلاح والشناوي والكابتن حسام حسن وكل الناس. قبل المباراة بدأ لعيبة المنتخب كله وكل الدعم وكل حاجة. ما بقطعش في لاعب قبل أي مباراة، ممكن أقطع في لاعب لو هو بعد المباراة، لو أداؤه مش جاي معايا وحسيت إن هو متخاذل. شايفك بتدي وشايف ان انت مطلع 200% من مجهودك، لكن انت دلوقتي انا شايفك ما بتأديش، شايفك تصريحك غير موفق، فالطبيعي ان انا هتكلم عليك. ما انا ما بحبش حد اكتر من بلدي، ما هو انت ما بحبش اكتر حد من المنتخب يا حبيبي. فانت تيجي تنتقدني عشان خاطر قلت محمد صلاح، واحد يقول لي انت مين؟ عشان يا عم انا مواطن مصري عادي، انسان بسيط بحب بلدي وبحب منتخب بلدي. فانت ما تجيش تزايد عليا وتقول لي صلاح وانت متحامل على صلاح وحاطط صلاح في دماغك. مش صلاح في دماغي يا حبيبي، انا منتخب بلادي اللي هو رقم واحد اللي في عيني. ان محمد صلاح بيمر بأسوأ فترة ليه من ساعة ما شفته بيلعب كورة، سواء مع ليفربول سواء مع منتخب مصر. عشان نبقى واقعيين والموضوع كده يبقى بوضوح، عشان بس ما نحورش على بعض كتير.